طب هو يا بنات انتوا عارفين انا ليه عماله اقول لكم اشتغلوا على نفسكم قبل الجواز واستغلوا الفرصه دي واستغلوا الوقت ده في صالحكم؟ هفاجئكم. عشان هو كده بعد الجواز في مفاجآت هتظهر. مفاجآت بقى، صدمات طفولة، على أفكار مشوشة، على تشوهات فكرية، على أحلام متخزنة، على مشاعر مكبوتة ما كناش نعرف عنها حاجة، حاجة كده ميكس كومبو مضروب في الخلاط. فتخيلي كده حضرتك اتنين ما اشتغلوش على نفسهم قبل الجواز يرتبطوا ببعض وهم معاهم خزان الأحزان ده كله، يجوا بعد الجواز يعملوا لبعض سيربرايز بارتي. كارثة. ويبقى مصير العلاقة دي حاجة من التلاتة، يا إما dead end إن هُم عايشين مع بعض عشان خاطر العيال، يا إما هيتطلقوا، يا إما يبقى مطلوب منهم إن هُم يشتغلوا جامد أوي على نفسهم وعلى العلاقة، وهُم أساسًا مش لاحقين يتنفسوا من مسؤوليات الولاد والجواز والماديات. طب وليه كل البهدلة دي؟ ما تشتغلي على نفسِك وأنتِ لوحدِك كده خفيف فرداني، عشان تعرفي تنقي واحد برضه اشتغل على نفسه خفيف فرداني، وتقللوا الشغل بعد كده اللي هيحصل بعد الجواز. مش كده والّا إيه؟ بس كده.